في إطار سعي الدولة لتنفيذ مبادرة تحصين سلالات الماشية من مختلف الأمراض المحتملة، قامت مديرية الطب البيطري بتخفيض أسعار التلقيح الصناعي لتشجيع المربين على الاستفادة من المبادرة، وذلك من خلال 92 وحدة بيطرية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية. نتابع. ضمن جهود توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة وفي إطار خطط تحقيق الأمن الغذائي، تأتي مبادرة تحسين سلالات الماشية من خلال الحملة القومية للتلقيح الصناعي لإنتاج أحسن السلالات على مستوى العالم، ما ينعكس على زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان. احنا هنا الفيوم تعتبر من رواد الأعمال التلقيح الصناعي، لأن ابتدينا من زمان جدا، يعني من أيام حتى المشروع الفرنساوي. وعندنا سلالات ممتازة جدا، سلالة سيمنتال وبراون وفريزيان، وفي كمان الجاموس في منوفي وفي إيطالي. وبيعتبر السلالات دي كلها في التحسين الوراثي ممتازة جدا، لأنها بتزود إنتاج اللبن وكمان بتزود إنتاج اللحوم. فاحنا يعني بنعمل حاجة مزدوجة، مش حاجة واحدة بس، اللبن بس أو اللحم بس، لا، الاثنين مع بعض. الحملة تنفذها في المحافظات المختلفة ومنها الفيوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يعود مردودها على المجتمع خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم. وضمن الحملة تم توفير السلالات الممتازة داخل 92 وحدة بيطرية منتشرة في جميع مراكز هيئة الخدمات البيطرية. عندنا التحسين الوراثي بيتم عن طريقتين. الطريق الأول اللي هو التلقيح الصناعي. عندنا سلالات من التلقيح الصناعي ممتازة، بتوفر سلالات للناس اللي هم مستحقين بالرعاية. 100 حيوان ماشية من أجود السلالات الهولشتاين اللي هي بتوصل 30 كيلو في اليوم لبن. وحتى يستفيد المربون من هذه الحملة، خفضت مديرية الطب البيطري أسعار التلقيح الصناعي، ما يشجع المربين على الحصول على أعلى السلالات وأكثرها إنتاجا. إقبال شديد من المربين وجدته تجربة تلقيح الحيوانات صناعيا لتحسين سلالاتها نظرا لارتفاع أسعارها عند بيعها مقارنة بالماشية البلدية. سوزان